السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مكرم العيدي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة معناها الأهلي السيء يفوز على سموحة 2-1. مباراة سيئة، لعيبة أسوأ ما يكون، مدرب أسوأ ما يكون، لعيبة فاقدين الروح مع مدرب فائد الحلول. الأهلي السيء زي ما قلنا بيفوز على سموحة 2-1، وده أول فوز للأهلي في مرحلة التتويج بعد مباراة سيراميكا اللي أنا يمكن ما رضيتش أعمل فيديو بعدها، لأن الأهلي كان ليه ضربة جزاء مستحقة، كان الأهلي ممكن يكسب، لكن في العموم الأهلي أساسا ما يستحقش يكسب المباراة، زي ما النهاردة برضه ما يستحقش يكسب المباراة. لعيبة فاقدة للروح، دي مش لعيبة الأهلي. إحنا عايزين الأهلي، يعني إحنا عايزين نشوف الأهلي. يمكن الأهلي للأسف أنا شفته قبل المباراة، قبل مباراة الأهلي وسموحة في الربع ساعة أو 25 دقيقة للبيراميدز، ماتش بيراميدز والمصري، فريق ما بيخش فيه جول وبيطرد منه لاعب، فجأة في 12 دقيقة أو في 10 دقيقة أو 10 دقايق وقت إضافي بيضغط بكل الفرقة، وهو بيلعب ناقص منقوص لاعب، بيلعب 10 لاعبين وبيضغط وبيجيب جول، وفي اخر المباراه بيتحسب له ضربه جزاء وبيضيعها. كان قريب من الفوز وهو بيلعب 10. روح للاسف مش لاقيينها في لعيبه الاهلي. يقول لي الاهلي يعني يمكن في ماتش سيراميكا لعب اخر 10 دقائق، والنهارده برضو بيلعب اخر 10 دقائق. انا مش مستني الاهلي اللي بيلعب 10 دقائق بس في المباراه. الاهلي المفروض من اول دقيقه لاخر دقيقه يكون ضاغط على الفريق ويجيب جول واثنين وثلاثه، وزي ما شفنا الجمهور كان بيقول لك واحد مش كفايه. انت اساسا مش يعني انت بتجيب جون بتبقى خايف يخش فيك جون، انت جبت جون بعد كده رجعت دافعت وانت لا بتعرف تدافع ولا بتعرف تهاجم، فدخل فيك جون التعادل في الوقت الضايع. وفي الشوط الثاني برضو انت مش لاقي اي حلول، سواء كلعيبه حلول فرديه من اللعيبه نفسها او حلول من المدرب ان يدي لك حل. الفريق كله سيء جدا. يمكن لو استثنينا منه مروان عطية اللي بيبذل مجهود كبير سواء في الماتش ده او الماتش اللي فات، بعض اللعيبة يعني انا مش عايز القي عليهم لوم كتير، يعني اللي هو زي هاني وياسر وياسين مرعي وشحات النهارده، تريزيجيه برضو وشوية زيزو، مش لاقيين فرصة. يعني الفرقة خانقاهم. اعتقد ان لو الاهلي اداء احسن هيكون هم عندهم لعب احسن من كده وممكن يعملوا حاجة. النهارده بنشوف للاسف شوبير مهزوز بطريقة كبيرة جدا، رغم ان يعني هي يمكن متاثر بالمباراه اللي فاتت والجون اللي دخل غلطته، ولكن ده ما كنتش متوقعه من شوبير. يعني احنا شفنا ابوه احمد شوبير بيقول على مصطفى ان مصطفى غلط، فكنا متوقعين ان موضوع حكايه غلطه كل الناس بتغلط. يعني هو غلط في مباراه سيراميكا، كل الجوان هتغلط وهو هيغلط تاني بعد كده، واي جون في الدنيا بيغلط. لكن المستوى المهزوز اللي ظهر بيه النهارده، يعني بنشوف الكوره اللي طبعا الجون ملوش دعوه بيها ولا يسال عنها تماما. الجون طبعا بسبب يوسف بن عامر. لغايه دلوقتي انا شايف انه ما عملش اي حاجه سواء دفاع او هجوم او ولا بيعمل اي حاجه في المباراه. بيوصل امادي فعليا، يعني لا بيضغط عليه وسايبه اللي يخش ال 18 براحته، وبعدين بعد كده بيقعد في الارض فبيطلع بره اللعبه، بيريحه خالص انه يقدر يلعب الكره بليسنج سهل جدا في الجون، يعني ما كانه في تمرين. بقيه اللعيبه يمكن يعني امام عاشور مش موجود سواء المباراه اللي فاتت او المباراه دي. محمد علي بن رمضان لما نزل لا في حاجه عايز يقولها، يعني اعتقد انه لو خد وقت هيبقى افضل من كده. الهجوم طبعا الحمد لله احنا ما عندناش هجوم. احمد زي الحاج احمد زي ما بيقولوا، مروان عطيه، روان عثمان زيه زي شريف، زيهم زي كاموش اللي مش موجود، زيهم زي مين يعني مش عايز نقول عماد متعب باعتبار ان عماد متعب اعتزل، يعني عشان الناس ما تفتكريش ان احنا بقارن بيهم. فهم مروان زيه زي شريف زيه زي كاموش اللي مش هيلعب، يعني الثلاثه ما فيش فيهم امل. وحتى بن شرقي لما لعب للاسف يعني خاب املنا فيه. انا كنت متوقع انه هيبقى احسن من كده. ممكن يعني يبقى في امل شويه في طاهر اللي نزل جاب جول يتجرب هو كمهاجم، وخلاص يعني كده كده. واحنا فاضل لنا كام مباراه؟ فاضل لنا 4 مباريات تانيين يعدوا بالطول والعرض بقى، ونخلص من الموسم ده ونخلص من
المدرب ده ونخلص من الروح دي او من اللعيبه دي. يعني انا ما اعرفش، طبعا مستحيل ان انت تمشي اللعيبه كلها، بس المدرب لما يمشي يمكن يجي لعيبه تانية تبث الروح في اللعيبه اللي ماتت فعليا ميته، ما بتعملش اي حاجه، ما عندهمش اي روح، ما يستاهلوش الجمهور اللي كان موجود في خارج الملعب. طبعا اخيرا يعني احنا نقول المباراه خلصت زي ما قلنا، خلصت 2-1. الاهداف حطها تريزيجيه بكورنر لعبه زيزو، حطها بهده تقريبا، شاط الكوره بهده يعني، حطها قويه جدا. والهدف الثاني من طاهر محمد طاهر في البلاس 90، ودي ميزه برضو ان اخيرا الاهلي جاب هدف في البلاس 90 يعني. كروس من هاني اللي هو ممكن يعني الناس ترفع اهو، يعني بتشوف هاني بيعمل كروسات، الناحيه الثانيه مفيش كروسات خالص بتيجي. يمكن بالعمري الحاجه الوحيده اللي عملها انه لما وصل لمكان يرفع لعب كره ارضيه لورا لدفاع سموحه. كروس عمله كويس هاني، طلع ليه طاهر وحطها بهده في الجون. مباراة طبعا الاهلي كده اتساوى مع بيراميدز، اللي يمكن بيراميدز قبل مباراة الاهلي تعادل 1-1 مع المصري بعد كان مغلوب 1-0. فالفرقتين بعدهم 44 نقطة، الاثنين بيجوا بعد الزمالك 46 نقطة الأول. كده أنت دخلت شوية في المنافسة. طبعا لو المباراة النهاردة كانت خلصت تعادل كنت بقى 42 نقطة، يبقى أنت كده خلاص بقى، يعني أنت سلمت بدري وبعدت تماما عن المنافسة. نتمنى المباريات الأربعة القادمة يحطوهم على جهاز الإنعاش، يعني يعملوا لهم ضربات عشان يشغلوا قلبهم، ويمكن يفوقوا اللعيبة دي ويصحوا، ويكون البلاس 90 اللي جه النهارده يكون فرصه للاهلي انه يعود تاني، خصوصا ان في بشره خير يعني، بغير ان الهدف اللي جه في بلاس 90 ان المباراه اللي قبلها كان مباراه قلنا بيراميدز والمصري انتهت تعادل. ولو نفتكر كلنا السنه اللي فاتت بدايه رجوع الاهلي كان بتعادل المصري مع بيراميدز برضو 1-1. اعتقد ده اهم مكان في الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما